فيلم كرول انتنشنز. ما تنسوش اللايك والمتابعة يا أبطال، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة التيك توك واللي حيكون رابطها بالتعليق المثبت، واللي حنشر عليها فيديوهات لإلي وأنا أقرأ الملخص، ورابط الفيلم حيكون بالتعليق المثبت برضو. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بمراهق غني اسمه سيباستيان، وبيكون رايح لمعالجته النفسية اللي بتكون تحاول تساعده يتعالج من عقدة إحساسه بالغنى، وبتشجعه المعالجة وبيصدق سيباستيان إنه تم علاجه فعلا. وبيطلع وبتتلقى المعالجة اتصال من بنتها اللي بتحكي لها انه حبيبها انفصل عنها، وانه نشر صورة لإلها وهي عريانة على الانترنت. ومن اوصاف حبيبها بتعرف المعالجة انه هذا الشخص هو سيباستيان، فبتلعنه. وسيباستيان بينظر إلها وبيبتسم، وبتشوفه وهو ماشي مع بنت جديدة تو شايفها. وبينتقل بينا المشهد لشقة فاخرة بنيويورك، وبتكون بداخلها بنت مراهقة اسمها كاثرين، واللي بتكون تتكلم مع مديرة مدرسة وبنتها اللي اسمها سيسيل. وبتطلب المديرة من كاثرين انها تعلم بنتها سيسيل كيف تصير مشهورة مثلها. وفجأة بيظهر سيباستيان، واللي بنعرف انه اخ غير شقيق لكاثرين، وبيبدا يتغزل بوقاح بسيسيل، مما يتسبب بخروج المديره هي وبنتها من المكان بغضب. وبعد خروجهم بيحكي سيباستيان بانه كل البنات المرتبط فيهم تافهات ومش مستاهله انه يرتبط فيهم. فكاثرين بتحكي له عندي إلك فكره، وبتحكي له عن حبيبها السابق اللي اسمه كورت واللي تركها وارتبط بسيسيل. وبتحكي له بانها عاوزه تنتقم منه، وبانها عاوزه سيباستيان يرتبط بسيسيل علشان تنتقم من كورت. بس سيباستيان بيرفض، وبيحكي لها بانه عنده بنت مكرش عليها بالمدرسه اسمها آنيت، وهي بنت ناظر المدرسة الجديد. فبتحكي له كاثرين بانه لو آنيت قبلت باشكاله فحتخليه يعمل معاها تشوك تشوك ولكن لو ما قبلت فسيباستيان حيعطيها سيارة الجكور بتاعته. فبوافق سيباستيان على هذا الرهان، وبيركض سيباستيان بسرعة لبيت آنيت، واللي حتكون في آنيت لشوية اسابيع. وبيبدا سيباستيان يحاول يتقرب من آنيت، بس آنيت بتكون عارفة بسمعة سيباستيان السيئة بمدرسته وانه انطرد منها، فبتطقع له وبتتجاهله. فبعصب سيباستيان وبيطلع من عندها معصب، وبروح لعند صاحبه بلين علشان يساعده يعرف مين اللي قال لآنيت عن سمعته السيئة. فبشك بلين ببيرغ، واللي سيباستيان كان مرتبط بحبيبته، فيمكن قرر الانتقام منه بهذه الطريقة. فبيطلب سيباستيان من بلين انه يدعو جريج لبيته دون ما يحسسه باي شيء مريب. وبتروح كاثرين لبيت سيسيل، وبتشوفها وهي تاخذ درس تشيلو مع مدرب اسمه رونالد. وبتلاحظ كاثرين قديش الاثنين بيحبوا بعض، فبتقرر كاثرين تستخدم رونالد برضه لتدمر سمعة سيسيل. وبتبدا كاثرين خطتها من خلال انها تسأل سيسيل عن علاقتها برونالد. فبتحكي لها سيسيل بانه رونالد كتب لها رسائل حب، بس سيسيل ما بتردش عليه. فبتحكي لها كاثرين انها تجيب نسخة من هذه الرسائل، وبالمقابل حتساعدها بعلاقتها مع رونالد. وبتطلب سيسيل من كاثرين تعلمها كيف تسوي تشوك تشوك مع رونالد. فبتقرر كاثرين تعطيها اول درس بالتشوك تشوك وهي طريقة القبال. خبرة الاخت المناضلة. وبالليل بيروح سيباستيان لعند براين لينتقم من جريج اللي خرب سمعته امام آنيت. وبيدخل عليهم وبيكتشف ان صاحبه براين عنده ميول شمال مع جريج. وبيحكي سيباستيان لجريج حنشر صورك اللي بتبين انه عندك ميول شمال لو ما اعترفتش مين اللي حكى لآنيت عن سمعتي السيئة. فجريج بيحكي له انه ما بيعرفش، ولكن حيعرف بنفسه من سيسيل. وباليوم الثاني بيتكلم جريج مع سيسيل، وبيعرف منها مين اللي حكى لها عن سمعة سيباستيان السيئة. وبيتصل جريج على سيباستيان وبيحكي له انه اللي خرب سمعتك امام آنيت هي سيسيل. وبيحكي سيباستيان لكاثرين عن هذا الموضوع، فبتحكي له ولا يهمك انا ههتم بهذا الموضوع. وبتعرف سيسيل بطريقه ما عن رسائل الحب اللي بيرسلها رونالد لبنتها سيسيل. فبتطرد سيسيل رونالد امام سيسيل اللي بتعصب بسبب اللي عملته امها. وبينما رونالد بغادر بيلتقي بسيباستيان وكاثرين، وبيحكي لهم بانه سيسيل بتحبه، والدليل هو انها كتبت له رسائل حب. بس اللي ما بيعرفوش رونالد انه هذه الرساله كتبتها كاثرين. وبيحكي لرونالد بانهم حيساعدوه يرتبط بسيسيل، وبانه كل اللي لازم يعمله هو انه يرسل لسيسيل رسائل حب إضافية. وبيتصل سيباستيان على سيسيل وبيدعوها تيجي لبيتهم لتاخذ رسائل الحب الخاصة برونالد. ولما توصل سيسيل بيعطيها سيباستيان الرسائل، وبيبدأ سيباستيان يصورها وهي ما بتعرفش، وبيجاملها على جمالها. وبتعمل سيسيل شوية حركات الشمال، وبيطلب منها سيباستيان انها تشيل واعيها. فبيحكي لها بانه حيحكي لامها انها هون لو ما عملت اللي بيقولها عليه، وبانه كل اللي عاوزه منها انه يبوسها. وبدل ما يبوسها بوسة عادية بينزل يبوس اسرائيل. وبروح سيباستيان وآنيت على بيت العجزة ليتطوعوا، لانه عمته امرته بهذا الشيء. وعلشان يفوز بحب آنيت بيبدا يتظاهر انه بحب كبار السن، لانها آنيت بتحب كبار السن برضه. وبيحكي سيباستيان لآنيت بطريقهم للبيت انه بيستمتع بوقته معاها جدا. وعلى ما يبدو خطته شكلها بلشت تاخذ مفعولها، وآنيت بلشت تحب سيباستيان. وبتحكي سيسيل لكاثرين عن اللي عمله معاها سيباستيان قبل يوم. وبتحكي كاثرين لسيسيل انها تتعامل مع سيباستيان وكأنه معلمها، وتعمل كل شيء بيأمرها فيه، لانه هذا الشيء حيساعدها بعلاقتها مع رونالد. وبتحاول سيسيل انها تغري سيباستيان بعد
بعد ما سمعت نصيحة كاثرين، بس سباستيان بيبعدها عنه لأنه بس بيحب أنيت، وبيزور سباستيان أنيت باليوم الثاني وبيكون حيعمل معاها تشوكشوكاه، فبتبعده أنيت عنها. ولما يسألها سباستيان ليه بعدتيني بتحكي له إنها ما بتوثقش فيه وبتتركه. وبيدخل سباستيان لغرفة أنيت وبيتوسلها تحكي له إيش اللي صاير، فبتحكي له أنيت إنه مزاجها كان سيء وبتتأسف له، وبيكونوا حيعملوا تشوكشوكاه، بس سباستيان بيزعل منها وبغادر بيتها. سباستيان بالواقع بحب أنيت، وبتغادر أنيت باليوم الثاني للمطار بدون ما تودع سباستيان، فبقرر سباستيان إنه يوقفها بالمطار وبعبر لها عن حبه ليها. وآخر شيء بيعملوا تشوكشوكاه. ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ وبتحكي كاثرين لسباستيان بانه بامكانه يعمل معها تشوكشوكاه لانه فاز بالرهان، بس بيحكي لها بقدرش اخون حب حياتي أنيت. فبتشعر كاثرين بالحزن لانه سباستيان ما عادش الشاب الاهبل اللي كانت متعوده عليه من زمان، وبتهدده كاثرين انها حتدمر سمعه أنيت لو سباستيان ما سابهاش. وعلشان سباستيان ما يخربش سمعه أنيت بيروح لبيتها وبيحكي لها بانه عاوز يتركها، وبيحكي لها بانه كان طول الوقت بحب بنت ثانيه وبانه كان يخونها ويكذب عليها. فبينكسر قلب أنيت وبتطلب من سباستيان انه يغادر بيتها. وبيحكي سباستيان لكاثرين بانه ساب أنيت مثل ما هي عاوزة، وبيحكي لها بانه رونالد وسيسيل حاليا مع بعض. وبتسخر كاثرين من سباستيان وبتحكي له انا اللي انتصرت عليك وخليتك مثل اللعبة بايدي. حياة سباستيان تبعثرت بالكامل بسبب كاثرين، فبيعصب سباستيان وبيتصل على أنيت ولكنها بتسكر الخط بوشه. فبقرر سباستيان انه يعطيها مذكراته اللي كان يكتب فيها مشاعره الحقيقية إلها، وبيتمنى منها انها تكتشف حقيقة اللي صار وتسامحه. ولحقا بتتصل كاثرين على رونالد وبتحكي له عن علاقة سباستيان وسيسيل، فبعصب رونالد وبيروح لعند سباستيان وبيتقاتل معاه. وبتكون أنيت تدور على سباستيان بعد ما عرفت حقيقة انه سباستيان فعلا بحبها، وبتحاول توقف قتاله مع رونالد وبتسقط على الشارع. وبتيجي سيارة مسرعة من بعيد وبتكون على وشك تدهس أنيت، بس سباستيان بآخر لحظة بضحي بنفسه وبينقذ أنيت، وبموت هو بسبب جروحه. وبيتم إقامة حفل تأبين لسباستيان بالمدرسة بعد عدة أسابيع، وبيكون المدير أبو أنيت جايب المدرسة كلها لتحضر حفل التأبين ليعبر له عن امتنانه انه انقذ بنته. وبمجرد تبدا كاثرين بخطابها جميع الحاضرين بيبداوا يغادروا المكان لانهم عرفوا حقيقتها البشعه. وبتعطي سيسيل كاثرين نسخه من كتاب اسمه نوايا سيئه واللي كتبه سباستيان بنفسه، وبكون موجود فيها كل اللي عملته كاثرين من خداع وتلاعب بالناس. وبتبكي كاثرين لما تقرا هذا الكلام وبتشعر بالذل. وباخر الفيلم بنشوف أنيت وهي تسوق سياره الجاكور الخاصه بسباستيان وهي تبتسم ولابسه نظاره سباستيان ومعاها كتاب سباستيان نوايا سيئه، واللي هو اسم هذا الفيلم بالمناسبة كرول انتنشنز. ولهنا بيخلص ملخص هذا الفيلم. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهة يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتدعمني معنويا وتدعم نمو القناة واستمرارها. ويا ريت يا شباب للمرة المليون ما تنسوش تعملوا متابعة على صفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف، لانه عندي مفاجأة لكم لو وصلت 1000 متابع. واشوفكم على خير بالملخصات الجاية. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.